السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم نشوى. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم كيكه حلوه جدا، خفيفه واسفنجيه جدا جدا. اتمنى بجد انكم تجربوها، ان شاء الله تنول اعجابكم. نخش على المقادير ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كوبايتين من الدقيق منخولين، 4 بيضات، كوبايه من السكر، كوبايه الا ربع من الزيت، نص كوبايه حليب، نص كوباية قهوة عادية خالص، بتعمليها كأنك هتشربيها وبتاخدي منها نص كوباية اللي هو المج بتاع الشاي، 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، رشة من الفانيليا، كيس بيكنج باودر، ورشة من الملح. هتنزلي بالبيض والفانيليا والسكر في الخلاط وتضربيهم يعني حوالي كده 3 دقايق لغاية ما يبقى لونهم ابيض، وبعد كده بتنزلي عليهم بالزيت وترجعي تضربيهم تاني برضو لمدة 3-4 دقايق، وبعد كده بتنزلي بالقهوة والحليب ترجعي تاني تضربيهم في الخلاط. وهنزل بالخليط ده في طبق، وهنزل عليه بالدقيق والكاكاو الخام والبيكنج باودر والملح وتقلبي كويس. ولما تيجي تنزلي بالدقيق انزلي واحدة واحدة في اي كيكة عامة، يعني لان الدقيق بيختلف من نوع للتاني. ولو حطيتي كمية الدقيق كلها ولقيتي قوام العجينة تقيل قوي معاكي، ممكن تضيفي معلقة او معلقتين من اللبن وتقلبي. واي كيكة طبعا وانت بتقلبيها بتقلبي في اتجاه واحد. والصينيه اللي هتدخل الفرن بتدهنيها كويس بالزيت وترشيها بالدقيق. وطبعا انا مشغله الفرن من اول ما بدات في الكيكه على درجه حراره 180. بتدخلي الصينيه على الرف اللي في النص لمده 40 دقيقه، وزي ما قلنا قبل كده ال 40 دقيقه اول 20 دقيقه على 180، تاني 20 دقيقه على 150. على ما الكيكه تخرج من الفرن هنعمل صوص الشوكولاته اللي هنحطه على وش الكيكه. معايا هنا كوبايه من الحليب، نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، 3 معالق كبار من الكاكاو الخام. تقلبيهم مع بعض كويس قوي، وبعد كده تاخديهم تحطيهم على البوتاجاز ياخد غلوتين على النار، وبعد كده بتطفي عليه. وبعد ما تطفي بتنزلي عليه ب5 مكعبات من الشوكولاتة الخام وتقلبي لغاية ما تتأكدي ان الشوكولاتة دابت كويس. بتفضلي تقلبي علشان تطلعي منه السخونية، وبعد كده بتدخليه التلاجة يقعد حوالي 10 دقايق. ودي الكيكة خرجت من الفرن. بعد كده هنزل عليها بصوص الشوكولاتة. ولو انت حابة ان الكيكة تكون معاكي طرية قوي، ممكن قبل ما تنزلي بصوص الشوكولاتة تسقيها كوباية من الحليب، عليها معلقة من السكر ومعلقة من الكاكاو علشان تكون معاكي طرية. لو انت عاوزاها تكون يعني متماسكة ومش طرية قوي، هتنزلي بالصوص عليها وخلاص على كده. بعد ما نزلت عليها بصوص الشوكولاتة دخلتها التلاجة، قعدتها حوالي ربع ساعة بحيث الصوص يبقى متماسك، وبعد كده بتقطعيها.
بعد كده بتبدأي تزينيها بكريم شانتيه. طبعا كلنا عارفين طريقته، بتضربيه يا اما بلبن متلج او ميه متلجه. وكرز مجفف. وبقت كده جاهزه معاكي. اتمنى بجد انكم تجربوها لانها حلوه جدا جدا. اتمنى ان طريقه النهارده تكون نالت اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لو سمحتوا في اللايك، ونتقابل باذن الله في وصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.